يا مساء العسل والسعادة والسكر الزيادة عليكم يا أحلى وأجمل متابعين في الدنيا كلها. يا رب كلكم تكونوا بخير وبألف صحة يا رب، وكل سنة وانتوا طيبين. قصتنا النهاردة يا حبايب قلبي قصة حلوة جدا جدا ويا رب تعجبكم. وطبعا زي ما عودتكم صاحبة القصة دي متابعة معانا هنا في القناة، ياريت كلنا بقى في التعليقات نقول لها تعمل ايه وتتصرف ازاي. ودلوقتي وقبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا بدعوكم تعملوا لي لايك للفيديو واشتراك في القناة علشان أقدر يا حلوين أقدم لكم كل جديد. طيب يا عزة، أنا متشوقة أسمع القصة. مين صاحبة القصة وإيه مشكلتها؟ صاحبة القصة دي مدام عزة، عندها 40 سنة، متجوزة بقالها 15 سنة، وبتقول إنها من يوم ما اتجوزت ما شفتش يوم عدل في حياتها أبدا أبدا. كانت عايشة لجوزها وعيالها زي الخدامة بالظبط. هو كان متجوز قبلها وله ولد وبنت، وهي كمان جابت ولدين. يا خبر، 15 سنة كده؟ إيه اللي حصل معاها بالظبط؟ بتقول إنها من يوم ما اتجوزته ما شفتش معاه أبدا يوم عدل، كل شوية شخط ونطر وزعيق وحاجة ما تنطقش بسبب ومن غير سبب. عمره ما اهتم بيها، عمره ما حسسها أبدا إنها ست وإنها حلوة وإنها محتاجة تسمع كلام حلو من جوزها زي أي ست. طول عمره قاسي عليها وبيجرحها ودايما بيقول لها كلام زي الزفت. مش عارفة ايه كان بيخليه يعمل معاها كده، مع انها بتقول في اول الجواز كان شايلها من على الارض شيل وكان ناقص يحطها جوه عينيه. غريبة قوي التقلبات دي. طيب وإيه اللي حصل في النهاية؟ في يوم من الايام اتخانقت هي وهو خناقة كبيرة جدا، لدرجة انها قالت له انا هسيب لك البيت وامشي، انا خلاص ما بقتش قادرة اتحمل. وقتها ابنها الكبير قال لها يا ماما خلاص بقى، معقولة يعني انتي ما انتي عارفة بابا، معقولة تاخدي على كلامه وتسيبي؟ فقالت لهم وانتوا كمان هتقعدوا معاه، خليه بقى يشوف هيعرف يربيكم ويعلمكم ويعمل كل طلباتكم ازاي. انا بجد بجد تعبت واعصابي تعبت من اللي انا بعمله هنا ومش لاقيه حتى عليه كلمة شكر. انا زهقت. وسابت البيت؟ ايوه، سابت ابنها وسابت البيت كله ونزلت، مشيت في الشارع وهي مش عارفة هتروح فين ولا هتيجي منين. كانت بتفكر يا ترى أعمل إيه في حياتي، أغيره إزاي الراجل ده ولا أتطلق منه وابعد عنه أحسن. وبصراحة كان هو ده القرار الوحيد اللي قدرت توصل له. قالت أنا خلاص ما بقتش قادرة على العيشة دي، بقيت عايزة أبعد عنه بأي طريقة. وخصوصا لما بقعد مع نفسي مش بفتكر له ولا موقف واحد بس كويس معايا. يعني قررت الطلاق؟ بالظبط، قررت إنها تتطلق منه، وفعلا طلبت منه الطلاق، لكن طبعا هو رفض. فضلت وراه لحد ما رفعت عليه قضية خلع وكسبتها وفعلا اتطلقت منه. كويس إنها قدرت تتخلص من الوضع ده. وبعد الطلاق عملت إيه؟ بعد الطلاق قررت إنها تعيش حياتها لنفسها وبس. وقتها راحت عاشت عند أختها، أصلها ما كانش ليها حد في الدنيا غيرها. وبعد ما راحت عند أختها وقعدت فترة هناك ابتدت تحس إنها بتتقل على أختها، وإن أختها كمان ربنا يعين جوزها على اللي هو فيه وهي عارفة يعني إيه مسؤولية بيت. فقررت وقتها إنها تنزل تشتغل أي حاجة، المهم إنها تجيب حتى مصروفها. خطوة كويسة جدا. ولقت شغل فعلا، بقت كل يوم الصبح تنزل تدور على أي شغل. وفين بعد ما لفت كتير قوي 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 لقت محل طالب آنسة للعمل. وطبعا هي بتقول إنها ولا سنها ولا حتى أسلوبها الاجتماعي ينفع أبدا، لكن قالت أدخل وأجرب حظي. يا رب يكون ربنا وفقها. دخلت ولقت راجل كده في السن 50 أو 55 سنة قاعد على مكتب، وفي بنتين حلوين جدا زي القمر بيشتغلوا. وبصراحة أول ما دخلت البنات فكروها جاية تشتري حاجة وقعدوا يسألوها طلباتها إيه، لكن هي طلبت منهم إنها عايزة تقابل صاحب المكان. وبعدين ودوها عنده وقالت له بصراحة أنا جاية عشان الوظيفة اللي بره. بصلها كده من فوق لتحت وقال لها أيوة يا مدام بس أنا. فقطعته وقالت له عارف أنت طالب آنسة للعمل، يعني بنت صغيرة ما يزيدش عمرها عن 30 سنة. أنا محتاجة جدا للشغل ده وعارفة أن أنا ما ينفعش يعني سني وكده وأن أنا كمان متجوزة، لكن أنا منفصلة ودلوقتي أنا عايشة لوحدي ومحتاجة أصرف على نفسي. يا ريت لو حضرتك يعني توافق إني أشتغل. ووافق، وفعلا وافق، يمكن عشان ثابت عليه ظروفها هي مش عارفة. المهم إنها اشتغلت، ومن تاني يوم نزلت أول يوم شغل،
وبصراحة عاشت أيام حلوة في الشغل ده. الحمد لله، كويس إنها لقت راحة شوية. لكن بعد ما عدى كام شهر من شغلها في المكان ده، ابتدت تحس إن صاحب المكان بيعاملها هي بطريقة خاصة، زي ما يكون هي القديمة في المكان مش لسه موظفة جديدة. وبقت كل ما تيجي تتكلم معاه في موضوع أو أي حاجة بتخص الشغل تلاقيه بيبصلها بصات ما تنفعش أبدا. وبصراحة ما كانتش عارفة تقوله إيه، كانت بتتكسف جدا. يا خبر، مشكلة تانية بقى. في يوم كان البنتين اللي معاها واخدين أجازة، وهي كانت موجودة في المحل لوحدها، وكان يوم جمعة، ويوم الجمعة معروف بيبقى الشغل مريح شوية، وعلشان كده كانت موجودة لوحدها. وابتدى صاحب المكان يهزر معاها هزار غريب، أول مرة يهزر معاها بالأسلوب ده. وابتدى كمان إنه هي بتعلق الهدوم الجديدة اللي هو جايبها، ابتدى يجي يرص معاها الحاجات دي، وابتدى يمسك إيديها، وهي بصراحة ما كانتش عارفة تطلع من الموقف اللي هي فيه ده إزاي. إيه الجرأة دي؟ عملت إيه؟ قالت له في إيه يا حاج؟ انت ليه واقف بتظبط معايا؟ يعني انت ممكن تقعد وانا هعمل كل حاجة. فقال لها بصراحة انا من يوم ما جيت المكان ده وانا معجب بيكي جدا جدا جدا. يا خبر، إيه اللي حضرتك بتقوله ده؟ أنا مش عارفة حضرتك تقصد إيه بالكلام ده. فقال لها لا، انت فاهمة كويس قوي انا قصدي ايه. بصي بقى، هقولك من الاخر، انا راجل ما بحبش اللف والدوران. انت عجباني وعجباني قوي كمان، لكن طبعا أنا ما ينفعش إن أنا أتجوز، وخصوصا بقى إن كل حاجة أملكها باسم مراتي. يعني لو ده حصل ممكن تمنعني إن أنا حتى أدخل المحل اللي انتي شايفاه ده، وأنا بصراحة مش قادر أبطل تفكير فيكي. فلو توافقي يعني إن إحنا نبقى أصدقاء برا العمل، وطبعا أنا هبقى مسؤول عنك من كل حاجة، وكل حاجة هتبقى تحت رجليكي، صدقيني أنا هخليكي تعيشي عيشة تانية خالص. عرض غريب جدا.